السلام عليكم ورحمة الله. وحشتوني يا أجمل إخوات في الدنيا. النهاردة بنجهز أول تجهيزات الشهر الكريم. كل سنة وانتوا طيبين. أول حاجة كده هنعملها الصلصة، ولها تكات مهمة جدا جدا عشان ما تغيرش طعمها ولا لونها، وتبقى معاكي مظبوطة وتقعد معاكي أكتر من سنة والزيادة. بتبقى زي الجاهزة وأحسن من الجاهزة. عموما أنا ما بحبش الجاهزة خالص ولا بحب طعمها. صلصة، بسم الله ما شاء الله. عندي 6 كيلو طماطم، والطماطم متوفرة بكميات، والسعر بسم الله ما شاء الله كويس في السوق. انا على العموم اشتريت ال1.5 كيلو بالعشرة. حاولت ان انا اقطعها على 3، وادي الكمية كلها اهي. هرفعها على عين البوتاجاز، ويكون نار هادية مش عالية، مش هزودلها مية. هسيبها على نار هادية هي تنزل المية بتاعتها تستوي منها فيها. وفي دي بعد نص ساعة ادي او تلت ساعة نزلت المية بتاعتها. حاولت ان انا اوريكم المية بتاعتها، اعرف الطماطم استوت ازاي. بطلع واحدة، بحاول ان انا افصل الطماطم. تلاقي الطماطم اللحم انفصل عن القشرة بتاعتها زي ما انتوا شايفين. معنى كده ان الطماطم استوت، وده بعد خلال ساعة من التسوية. بعد ما بردت بحاول ان انا اشيل المية بتاعتها، مش بستخدمها خالص عشان المية دي بتكون فيها نسبة حموضة عالية جدا. بحاول ان انا اتخلص منها، ومش بستخدمها ولا بزودها في الضرب ولا اي حاجة. الضرب ده أنا ممكن اضرب في الخلاط او الكبة، او ممكن على ايديا، وبصفيها وبنرجعها الحلة تاني. بنرجع الحلة تاني على النار، وازود لها ملح، معلقتين ملح ومعلقتين ونص سكر و3 معالق زيت. الملح مادة حافظة، السكر بيعدل الحموضة بتاعة الطماطم، الزيت مادة حافظة. طب ليه بتحطها في الطماطم؟ عشان انا مش هحطها في برطمانات، لأ انا هعباها في اكياس زي ما حضراتكم شايفين. شفت الشكل؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، احسن من الجاهزة. على العموم انا مستنيه رايكم في التعليقات. يا رب تعجبكم الوصفة. يلا باي باي.